حسيتوا براسكم كاينين في واحد الطريق كديك لجوج ديال الاتجاهات، وكل اتجاه كتعيش فيه حياة مختلفة. أنا دابا في هاد اللحظة واخا القرار اللي خديت ما كانش ساهل، كنت مجبر ناخدو من بعد شهور ديال التفكير وتحديد الميزان الحقيقي ديال الأولويات ديالي. أنا قررت نحبس القراية، نوقف الدكتوراه ديالي، وحتى واحد ما كان عارف بهاد القضية. عائلتي وصحابي غادي يكتشفوه في هاد لا فيديو أصلا. هو قرار ماشي بالسهل، والناس اللي تيعرفوني عارفين أنه ما كناخدش زعما قرار بين يوم وليلة. كنفكر فيه مزيان وكنشوف كاع لي ديتاي و لي فاكتور اللي كاينين باش أنني نقدر نتخذ واحد القرار. وعارف كما كيفكروا بزاف د الناس، حتى أنا سولت راسي واش زعما قرار صائب واش ما غاديش نندم عليه. ولكن في الحقيقة من بعد شهر تقريبا ديال التفكير المعمق لقيت انه هاد الخطوه كان خصني ناخدها. الواقع تبدل والحياه تبدلات وانا تبدلت. الحلم ديال الدكتوراه ما كانش ديالي بوحدي وكان زوين بزاف، ولكن الحلم ديالي الحالي هو الاستقلال والاستقرار المالي. انا كنآمن انه في هذا الوقت هذا خاص الانسان يكون واقعي ويفكر في المستقبل ديالو بطريقه استراتيجيه، وما يمكنش نبقى تابع واحد الطريق غير حيت بديتها واحد النهار. انا عارف بلي عندي دي بروجي وفرص وحاجات اخرى خصني نركز عليهم دابا، وخصني ما نفلتش الفرص اللي جاوني. واحد الحاجه اللي تعلمتها في هذا القرار هي انه التغيير ماشي ضعف، وهو قوه وجرأة كبيره من عند واحد الانسان. حيت الواحد اللي عارف فين غادي وكيغامر وما خايفش انه يبدل الطريق راه هو الانسان اللي كيوصل بعيد. ما غاديش ندخل في لي ديتاي ونقول علاش خديت هذا القرار هذا حاليا، انما كنشوف انه مزيان انني ناخذ في هذه الوقيته هذه وفي هذا لاج هذا، حيتاش عندي اولويات اخرى وطموحات ممكن اكبر من الكورسيس سكولير. بغيت نوجه واحد الرساله لخالتي الحب الغزاله الفنه الام الثانيه ديالي، انه كيف ما ثقتي فيا في الوقيته اللي كنت في اون شوت سكولير وكل شيء كان تيقول انه غادي نبقى في هذيك الحصيله الدراسيه، الا نتيا اللي كنت على يقين انني غادي ندير حوايج اكبر من داك الشيء. وفعلا الحمد لله ثقي فيا دابا انه مو بروجي دكتورال سي اون ستاند باي، و لي ديسيزيون كو جي بريز dernièrement sont beaucoup plus prioritaires على انه ناخذ او نزيد واحد الشهاده اخرى نحطها مع دوك اللي كاينين ليها غنرجع. انما اولوياتي حاليا ماشي هو الدراسه، كاينين دوطخ شوز. والحمد لله راه وصلنا لمستوى زوين، درنا واحد لا بون بيرفورمانس سكولير وخدينا دي زيكسبيريونس بزاف د المجالات في خدمه ودي ستاج وحتى في التعامل الاجتماعي الحمد لله. باقي غنزيدو لقدام وغنزيدو لقدام حاليا بمغامرات استثنائيه وجرأة كبيره في حوايج اخرين من غير الدراسه. بالنسبه لكاع الناس اللي تفرجوا في لا فيديو بغيت نعرف واش سبق لكم انه حسيتوا بلي خصكم تبدلوا شي حاجه في حياتكم ولكن كنتوا خايفين. دونك خليوها لي في التعاليق. انا مقتنع بالقرار ديالي وكنآمن انه اي انسان كيفكر انه يدير واحد الخطوه جريئه يديرها بلا ما يفكر بزاف او لا يخاف بزاف بلوتو، ما يكونش سورتو خايف من نظرة المجتمع او التقاليد. الحياة ديالك والقرار ديالك والحلم ديالك.